هتسأل، الكل سيسأل. الزوجة حالها ايه مع الله وفي وقت الفراغ؟ كل مشاكلنا وكل البلاء اللي احنا فيه والوباء والله من ذنوبنا. محاكم الأسرة امتلأت بالقضايا والطلاق. ليه؟ ما بقت في زوجة مش عارفة حقوق زوجها، زوجة طول النهار في وقت فراغها قاعدة قدام التلفزيون تتفرج على التركي والبركي والبوذي والهندي، بقت تاخد عقيدتها من عباد البقر. مش ده حالنا ولا انا جايب حاجة من عندي؟ مش ده حالنا؟ اغلب النساء قاعدين طول النهار بيتفرجوا على التمثيليات وما شاء الله حافظينها. طب دي هتربي لك ايه؟ هتنشئ لك ايه؟ هتطلع لك ابن يعرف حاجة عن الملك؟ هي دي هتربي لك ابنك على القرآن والسنة؟ منتظرين ايه؟ بيوتنا هتبقى مليانة سعادة ازاي واحنا بعاد كل البعد عن ربنا؟ دي هتربي لك اولادك ازاي؟ واحدة بتضيع اوقاتها امام عباد البقر، ناس بتسجد للبقر من دون الله. انت منتظر دي هيعلموا زوجتك ايه؟ خراب، دمار، والناس بتشتكي الغلاء والوباء والحياة والمعيشة ضنك. ما هو من ذنوبنا، من أعمالنا، من تقصيرنا في حق الله. يا عباد الله اتقوا الله. الشات ديت او الشاشات ممكن تخرب عليك حياتك وتخرب عليك اخرتك كمان. والله الكل سيسأل امام الله. هتقول لي انا ماليش دعوة، هي تتسأل عن نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في اهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، ستسأل امام الله. ما انت اللي اديتها الفرصة تقعد وتتفرج ومقصرة في حقك وانت زعلان. ما هي هتعاملك بقى زي شغل التمثيليات.